يا مساء كل حاجة حلوة على كل متابعيني الكرام. يا مساء البسبوسة المرملة المكرملة الدايبة دوب. حاجة كده بجد عظمة. أجمل من الجاهزة مليون مرة، وشوية القشطة دي بقى بتوديها في حتة تانية. شايفين الترميلة عاملة ازاي؟ اللون، القوام، شايفين دايبة قد ايه؟ بجد ملهاش حل. جايبالكوا أسرار مش هتلاقوها في أي مكان تاني، هتلاقوها عندنا وبس، وجايبها لكم من قلب محل الحلواني. اتفرجوا على الفيديو للآخر عشان تشوفوا عملناها مع بعض ازاي. هنسمي الله وندخل في وصفتنا على طول. معايا كوباية من السكر، هحتاج ان انا اكرملها، ويفضل اللي هشتغل فيه يبقى ألمونيوم او ستانلس. واول ما يبتدي يسيح من الاحرف بالشكل ده، بحرك يمين وشمال بالطاسة اللي هشتغل فيها، وبعد كده بدخل المعلقة. مجرد ان انا احرك بس السكر من الاحرف. طبعا انا مش هقلب لان التقليب ده ممكن يخليها تكتل وتخرز معانا. واول ما يبتدي يدوب اكتر، بدخل المعلقة وابتدي اقلب بقى بسرعة في الوقت ده، عشان اضمن ان السكر الموجود كله يدوب مع بعض في نفس الوقت، واحافظ على الدرجة واللون اللي انتوا شايفينه ده، ما يحرقش مني ولا يغمق اكتر من كده. هنا هنزل بكوباية من المية، هنزل بيها بالشكل ده وهدي النار شوية. وما تخافوش خالص، الطبقة الصلبة دي هتبتدي تدوب معايا بالتدريج مع الغليان، وما بتاخدش وقت كتير على النار. هي من دقيقتين لتلاتة الطبقة دي خلاص بتكون دابت، وبعد كده بتدخل في الغليان بالشكل ده. هنا هضيف ذرة من الملح عشان أعادل السكر اللي موجود. وخلاص كده الخليط بقى جاهز معايا، بطفي عليه. وبعد كده بفضيه في بولة تكون تستحمل درجة الحرارة، وبسيبها تبرد تماما. بعد كده هنجهز الصينية اللي هشتغل فيها، وببطنها بمعلقة كبيرة كده من الزبدة أو السمن البلدي. يفضل طبعا تبقى سمن بلدي، وبديها نقطة صغيرة من الطحينة. بتفرق جدا في الطعم على فكرة. هنا بكون مجهزة كيلو من السميد الجاهز. السميد ما بقاش سايب، يعني أنا بجيب الكيلو ده كامل وبقسمه على كيسين. يعني أنا دلوقتي مستخدمة مقدار نص كيلو بس. وبضيف معلقة كبيرة من جوز الهند ومعلقتين من السكر البودر. وبعدين بداخل كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. نعرف ازاي ان النوعية بتاعة السميد حلوة. شايفين انا بمسك بايدي اهو، بينزل كله، وايدي برضو نظيفة ما فيهاش اي طبقة بيضة. الطبقة البيضة دي بتبقى مخلوطة بدقيق. طول ما هو بيفرفت وبينزل معاكي كده، اعرفي ان النوعية دي كويسة. هنا بكون مجهزة من كوباية لكوباية إلا معلقتين بالظبط من الزبدة أو السمن البلدي. طبعا أنا شغالة كله سمن بلدي عشان أطلع طعم البسبوسة الجميلة بتاعت المحلات الجامدة. يعني البسبوسة احنا بنعملهاش كل يوم، فلازم تخدموها صح عشان تطلع معاكم حلو. بدخل بقى بإيدي وبقلب كل المكونات دي كويس جدا. لازم أداخل حبيبات البسبوسة كلها مع السمن البلدي اللي أنا ضفته، لحد ما تبقى زي ما انتوا شايفين كده مرملة خالص، وتبقى ممتصة الطبقة كويس جدا. هنا بقى هنزل بالكراميل اللي انا جهزته. طبعا انتوا شايفينه قد ايه هو بارد خالص، لازم يبقى بارد. وبقلب بس، يعني انا يا دوب بداخل الطبقة السايلة مع الطبقة الباودر، وبقلب بالراحة خالص يا دوب. زي ما قلنا كده ان احنا بنداخل، لان لو قلبنا هتعمل عرق وهتمط، وهتصلب منك بعد كده، مش هتبقى مرملة ولا دايبة خالص. طول ما انتي بتعملي الخطوات دي صح، هتطلع معاكي احلى بسبوسة في الدنيا. وبعد كده بنزل بيها في الصينية اللي بطنتها معاكم بمعلقة من السمن البلدي ونقطة من الطحينة. وعلى فكرة الطحينة دي بتفرق جدا في لون وشكل وطعم وريحة كمان البسبوسة. طول ما انتوا ماشيين على النظام ده او على الخطوات دي، هتطلع معاكم مظبوطة جدا. وببتدي ان انا اسويها بالراحة خالص بالسباتيولا. على فكرة البسبوسة دي السهل الممتنع، يعني ممكن تطلع معاكم بسهولة جدا ناجحة، وممكن على غلطة صغيرة تبوظ منك. فطول ما انتي ماشية على المقادير والطريقة مظبوط، عمرها ما هتبوظ منك. وعلى فكرة ممكن تستخدمي ليها اكتر من طريقة، ممكن تحمري لها اللبن البودر بتطلع ناجحة جدا كمان. الفترة اللي جاية هنعمل مع بعض اكتر من طريقة. هنا بقى بعد ما جاهزة هندخلها الفرن. تعالى أقولك على سر تاني من أسرار نجاح البسبوسة، إزاي يطلع معاكي السكر بتاعها مظبوط على الشعرة. تكون هادية كده ومعتدلة في السكر زي اللي بتشتريها جاهزة بالظبط. هنا لازم المية تبقى أكتر من السكر، يعني ضفت كوباية ونص من السكر، هديها كوباية من المية، ودي الكوباية التانية اللي هنزل بيها بالشكل ده. وبعد كده هديها معلقة كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز، وممكن تستغني عنها، هي بتظبط بس قوام العسل. وبعد كده برفعها على نار متوسطة، وبحرك يمين وشمال كده، وأضمن إن كل المكونات اتدخلت مع بعض. وبعد كده بسيبها تغلي من 3 ل4 دقايق بالظبط. وهنا هضيف عصرة من الليمونة خفيفة، وبعد كده ذرة من الفانيلا عشان تطلع الريحة. طبعا معلقة السمن البلدي دي بتنقلها في حتة تانية تماما. هي دي كمان سر من أسرار نجاح البسبوسة.
لو عندك بقى شوية مكسرات ونسيتي تضيفيهم في التسوية عادي جدا بتحمصيهم على جنب وبتضيفيهم مع التقديم. تعالوا بقى نسقيها بالشربات بتاعنا. شايفين مجرد ما بضيفي الشربات بتمتصها بكل سهولة في نفس الوقت؟ شايفين الجمال؟ ده أكبر دليل على نجاح البسبوسة. وده كان السر التالت من أهم أسرار نجاح البسبوسة، إن السيرب مجرد ما بتطفي عليه بتطلعي البسبوسة من الفرن وبتسقيهم الاتنين في نفس التوقيت وهم سخنين جدا، بتطلع معاكي بالشكل الجميل ده ما شاء الله، ناجحة جدا. أهم حاجة قبل ما بتقطعيها بتغطي عليها وتسيبيها ربع ساعة ترتاح عشان تكون اتشربت كويس جدا، وده بيساعد إن هي تطري كمان شوية. قطعي بقى وقدمي وتبسطي انتي وولادك وضيوفك، يعني ما فيش كده اي كلام تاني يتقال بعد اللي حصل ده. يعني احنا بنقدم عظمة بجد، استحالة حد يقول ان انتي عاملاها في البيت. شكلها جاهزة جدا، طعمها لونها قوامها، اللون الذهبي المكرمل الجميل، الترميلة بتاعتها. تقدميها بقى مع قشطة لو انتي حابة تقدميها مع تاتش كده من العسل مع المكسرات على القشطة، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين بقى الترميلة بتاعتها قد ايه هي طرية ومرملة في نفس الوقت، لونها جميل مظبوطة جدا. السكر بتاعها بقى مش هقدر اوصف لكم جميل قد ايه، مظبوط جدا وهادي. يا رب طريقتنا النهاردة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.